هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هوريكم 3 باترن وهما اكتر 3 طرق نقدر نعملهم بخيوط البافي. اول حاجه المفروض نعملها دايما اننا نرص الحلقات كويس ومظبوطه عشان نعرف نعدها وكمان ما نلخبطش في النص. انا هستعمل بس 10 حلقات عشان اوريكم الشكل بطريقه سهله وتكون واضحه قدام عينيكم. اول طريقه دي اللي هي الكروس، يعني كل سطر هنلاقي فيه ان الخيط بيكون باصص ناحيه يمين وباصص ناحيه شمال. هوريكم بقى دلوقتي ازاي نعملها، بس خلي في دماغكم معلومة مهمة ان السطر الاول دايما بيكون شبه السطر التالت والسطر التاني بيكون شبه السطر الرابع. دلوقتي بقى احنا هنشتغل ازاي. الحلقة الاولانية اللي بنمسكها بايدينا اليمين والحلقة التانية اللي بنمسكها بايدينا الشمال، دايما نحط اليمين هي اللي فوق الشمال. دي اول معلومة. طب تاني معلومة، مين فيهم بتكون باصة ناحية اليمين ومين فيهم باصة ناحية الشمال؟ احنا مكان مسارنا ما هنمشي يبقى الحلقة اللي ماسكينها بايدينا اليمين باصة ناحية المسار ده. احنا في البداية هنا اول حاجة مسارنا هيكون رايح ناحية الشمال، يبقى الحلقة اللي في ايدينا اليمين تكون باصة ناحية الشمال، والحلقة اللي تحتها اللي احنا ماسكينها بايدينا الشمال تكون بقى باصة عكسها. ونشتغل. الشغل بقى عبارة عن ايه؟ ان احنا هناخد حلقات من بقية الخيط اللي ورا وندخلهم بالترتيب زي ما هو عادي، كل حلقة في اللي في ايدينا. زي ما انتوا شايفين اهو دلوقتي اول حلقة اللي هي في ايدينا اليمين نخليها باصة ناحية الشمال ناحية المسار، وتحتيها هي الحلقة الشمال، ونبدأ ندخل فيهم بالترتيب في ترتيب اللي هي على ايدينا، ندخل فيهم الحلقات من الخيط اللي باقي زي ما انتوا شايفين اهو. بالطريقة دي الافضل ان احنا نكون بنمسك الحلقات كويس وما نفوتش ولا حلقة، عشان خاطر هيكون صعب ان احنا نفضل نفك كل الحلقات دي من بعضها. زي ما انتوا شايفين اهو بكمل برضو ناحية اليمين هتبقى فوق وبصة ناحية الشمال ناحية المسار، والحلقة اللي في ايدينا الشمال هي اللي هتبقى تحت وبصة العكس. وندخل فيهم بقى الحلقات اللي هي في الخيط اللي قدامنا بالترتيب لحد الاخر. هيكون برضو الناتج قدامنا تاني معانا 10 حلقات. ده كده هيبقى اول خط معانا او اول سطر. دايما كل ما نخلص سطر نشد الحلقات كويس عشان يكون المشروع بتاعنا مظبوط. دلوقتي بقى هنبدأ السطر التاني. زي ما قلت احنا معانا كام حلقة تاني؟ معانا 10 حلقات. السطر التاني فكرته ان انا اول حلقة تيجي في ناحية السطر اللي انا فيها افوتها، هستعملها بعدين. زي ما انتوا شايفين اهو فوتت اول حلقة، هتعامل من الحلقة التانية. طيب دلوقتي لما اجي امسك الحلقات هوديهم بقى يبصوا يمين ولا شمال؟ برضو ناحية المسار. مش احنا كده لما لفينا المسار اتعكس؟ هنبقى ماشيين ناحية اليمين. يبقى دلوقتي الحلقة اللي انا ماسكاها في ايدي اليمين هي هتبقى باصة ناحية مساري اللي هي ناحية الشمال، والحلقة اللي في ايد الشمال هتبقى بقى باصة العكس زي ما اتفقنا، وندخل فيهم برضو الحلقات. يبقى الفكرة هنا ان احنا دايما الحلقة اللي في ايد اليمين بحطها على الحلقة اللي في ايد الشمال، ولكن باصين في انهي اتجاه؟ باصين في اتجاه المسار. يعني ده معناها ان كل سطر بيكون عكس السطر اللي تحتيه. يعني لو احنا مش وصل لنا نقطة ان احنا في انهي مسار، يبقى من الاخر كل سطر يكون ماشي في مسار محدد. يعني اول سطر لو انا خليته اول حلقة فيه اللي انا ماسكاها باليمين تكون دايما مسارها ناحية الشمال، يبقى لا السطر اللي بعده ناحية اليمين وهكذا اللي بعده ناحية الشمال. فلذلك لو في حد مثلا نسي هو كان يمين ولا شمال، الافضل هي اول طريقة اللي حكيت عليها اللي هي يكون شايف احنا ماشيين في انهي مسار، يبقى احنا نكون باصين لهناك، ولما هنيجي نخش في السطر اللي بعده هنلاقي المسار ده اتعكس. طيب دلوقتي احنا لما فوتنا حلقة في الأول بقى عدد الحلقات 9. طيب آخر حلقة هنعمل فيها ايه؟ آخر حلقة هتبقى عادية جدا، هندخل فيها حلقة واحدة قصادها ومش هنعمل فيها حركة الكروس. طيب دلوقتي اتفقنا ان أول سطر بيكون شبه التالت. شبهه في ايه؟ شبهه في ان هو منتظم وكامل، يعني هيكون 10 حلقات ومفيهوش أي تفويت. هنرجع بقى نعيد نفس شكل السطر الأولاني تاني، اللي هو هنمسك برضو أول حلقة نحطها على التانية وتكون ماشية في شكل المسار بتاعي. أنا دلوقتي رجعت أمشي ناحية الشمال، فهتكون الحلقة اللي هي فوق بصة ناحية الشمال واللي تحتها بصة العكس، وندخل فيهم الحلقات. وساعتها بقى دلوقتي هنستخدم الحلقة اللي فوتناها في السطر الأولاني، هنيجي بقى نستعملها دلوقتي مع الحلقات دي عشان نكمل ال10 حلقات تاني. أول سطر بيدينا 10 حلقات،
تاني سطر بيدينا 9 عشان احنا مفوتين واحدة. نرجع تاني بقى تالت سطر هيدينا 10 حلقات تاني، والرابع سطر هو اللي هيكون فيه التفويتة، وهكذا. الطريقة دي هي الطريقة المفضلة لبطانية الأطفال أو البطانية اللي بنحطها على الركنة. انتوا في الأول وانتوا بتجربوها هتحسوا انها بتاخد وقت، بس بعد شوية هتلاقوا ايديكوا بتاخد عليها عادي. وادينا اهو برضو في السطر الرابع هنعمل نفس الحركات تاني. هيكون الحلقة الفوقانية هي اللي هتكون ناحية المسطرة اللي احنا ماشيينه، واللي تحتها هي العكس، وبندخل فيهم الحلقات. وياريت برضو ما نفوتش ولا حلقة عشان ما نرجعش نعيد، وفك الحلقات ده بيكون رخم. وبنرجع اهو في السطر الرابع ل10 حلقات تاني، وبرضو هنرجع لنفس القصة تاني. هنفوت حلقة ونستخدم 9. الحلقة الأخيرة بندخل فيها حلقة لوحدها ما فيهاش شكل الكروس، ونرجع السطر اللي بعده هنستخدم الحلقة اللي فوتناها عشان يكون عددهم 10 تاني. وزي ما انتوا شايفين اهو شكل الكروس عامل ازاي. كل سطر هيكون باصص مرة يمين مرة شمال. لو فوتنا اي مرة حلقة ساعتها الشكل كله هيبوظ ونضطر نفكه كله.
وده كده اهو الشكل النهائي ليها. تاني شكل معانا هو الحلقات الطولية او الباترن الطولي. ازاي؟ دلوقتي احنا دايما هنكون ماشيين بالحلقات لحد فوق، دي اسهل طريقة ممكن نستخدم بيها خيط البافي. اول حاجة زي ما احنا عارفين بنرص الحلقات مستقيمة قدامنا عشان ما نفوتش ولا حلقة. وبعد كده ايه بقى الطريقة؟ ان احنا بناخد الخيط اللي باقي بعد رقم 10 زي ما اتفقنا ان احنا هنستخدم 10 حلقات النهاردة بس. اول حلقة هندخلها في اللي قصادها، يبقى هنا عندنا الحلقات اللي في الخيط اللي قصاده دايما بتدخل في اللي في ايدينا قدام، وهنكمل زي ما احنا لحد الاخر. وكل ما نخلص سطر نشده كويس عشان نتأكد ان احنا المشروع بتاعنا مظبوط. وزي ما انتوا شايفين اهو ده الشكل النهائي ليها بالطول لحد الاخر. ممكن نكملها وبتاخد وقت اقل كتير جدا من كل الاشكال التانية. ودلوقتي دور الباترن التالت، ده هنسميه السلم. باترن السلم هنا ده هيكون شبه شوية باترن الكروس، يعني هيكون في حاجات هنا في النص شبهها، ولكن الاختلاف هيبان دلوقتي. اول حاجة برضو بنعدل الحلقات ونرصها، وهنستخدم 10 زي ما قلنا. والطريقة ان هي عبارة عن ايه؟ ان برضو الحلقة اللي هي في الاول قدام هتبقى فوق والحلقة التانية هتبقى تحتها، بس المرة دي مفيش حركة ان احنا كل سطر هنعكس المسار، لا، المرة دي احنا في دماغنا هنختار مسار واحد، يا اما يكون دايما باصص ناحية الشمال يا اما يكون دايما باصص ناحية اليمين. وانا خليته هنا يكون باصص ناحية الشمال، كل السطور زي بعضها، فهتكون النتيجة في الاخر ان هو هيعمل زي السلم. يعني دايما هيكون الحلقة اللي انا ماسكاها بايدي اليمين هخليها فوق، وبعدين الحلقة اللي في ايدي الشمال هخليها تحت. هدخل الحلقات فيهم واكمل زي ما هما واخلص السطر الاولاني زي ما متعودين. هنيجي بقى في السطر التاني ونغير ان احنا نعمل ايه؟ هنفوت حلقة زي ما قلنا بالظبط، هنفوت حلقة نبدأ الشغل من الحلقة التانية. بس لما جينا في السطر التاني مغيرناش المسار، ما خليناهاش باصة ناحية اليمين، لا هنكمل زي ما احنا دايما باصة ناحية الشمال. وبعدين برضو هنيجي على السطر التاني زي ما احنا قلنا بنفوت حلقة، نشتغل من الحلقة التانية، ومن الحلقة التانية هتنتج ان احنا يكون عندنا الحلقة رقم 10 في الاخر هتكون لوحدها، هندخل فيها حلقة لوحدها عادي، مش هنعمل حركة الكروس.
ونرجع بقى نروح عند السطر التالت اللي هو هيكون شبه الأولاني في إن هو بنعمل إيه؟ في إن إحنا بنستخدم الحلقة اللي فايتة ونكمل 10 حلقات، ونفضل زي ما إحنا برضو ونرجع عند السطر الرابع اللي هو هيكون شبه التاني اللي هو هيكون فيه فايت منه حلقة. يبقى زي ما قلنا هنا الاختلاف ما بين باترن السلم والكروس هو ان في الكروس كل سطر مسار مختلف، مرة يمين ومرة شمال عكس بعض، انما في باترن السلم هنختار مسار واحد، يا اما يكون دايما باصص ناحية اليمين يا اما يكون دايما باصص ناحية الشمال. نفضل بقى نكرر في الموضوع ده كل شوية، كل مرة السطر الأولاني بيكون شبه التالت والسطر التاني بيكون شبه الرابع. الفكرة فيهم الأولاني بتبقى الحلقات كاملة 10 حلقات، يبقى رقم 1 و3 بتبقى كاملة، إنما رقم 2 و4 بنفوت فيهم حلقة فبيكونوا 9 حلقات، بس بنرجع عادي في السطر اللي بعده نستخدم الحلقة اللي فايتة ويكملوا 10 حلقات مع بعض. الباترن ده بيكون شكله أحلى في الجواكت عن البطاطين، دايما زي ما قلنا البطاطين بتكون أحلى في شكل الكروس أو في شكل الطولي، لكن في شكل السلم بتكون أحلى في الجواكت. وبس اهو ده كده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين، هي عاملة زي السلم تقريبا، كل سطرين 3 السلم بيخلص ويرجع تاني يتعاد في نفس المسار.
وده كده اهو الباترن الاولاني اللي هو الكروس، وبعدها الباترن التاني اللي هو الطولي، والتالت بقى زي ما انتوا شايفين السل. بس كده.